مسرحية جديدة من مسرحيات اتحاد الطايرة، وده طبعا بعد مسرحية لاعب الزمالك اللي ولا حد وقف ولا حد اتعرض لأي عقوبات ولا حد اتكلم ولا أي حاجة. لأ بالعكس، دول زودوا البلاطين وخلوا ماتش الأهلي والزمالك اللي فات في الكرة الطايرة يتعمل من غير جماهير خالص، سواء أهلي أو زمالك، مع إن الغلط مش من عند جماهير الأهلي أصلا. عشان نتفاجئ النهاردة ويطلع علينا اتحاد الطايرة يقولك إن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك سيدات هيبقى من غير فار. طب ليه يا عمنا النهائي هيبقى من غير فار؟ قال لك اصل معلش حصل عندنا مشكله تقنيه او مشكله فنيه في تقنيه نظام الفيديو. ده بجد على فكره، مش ميم ولا اي حاجه، لا بجد. يعني ده اللي حصل، ده فعلا بيان نزل. قال لك ان مفيش ماتش هيتلعب بتقنيه الفار، اصل معلش حصل مشكله عندنا في نظام الفيديو. يا جدعان اقسم بالله انا ما شفت بجاحه كده، ما شفت فجر من الناس زي ما انا شايفه كده. احنا في ايام مفترجه يا جماعه، اقسم بالله. يعني حسب الله ونعم الوكيل في كل مسؤول ظالم.